بحط الكنزايه في الشوايه. ليه؟ ليه؟ هاخدها. فين حقها؟ حق ايه؟ حق الكنزايه. حق الكنزايه؟ اي. بص، ها. اصل انا جمعت طن. تمام؟ طن. فدي طن من دي؟ اه اه فدي اه ناقص على الطن دي. دي 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 اللي هتكمل الطن. هي دي. فدي انا هاخدها. ازيك يا كريم على الصبح. ايه يا حاج بس؟ مساك الله يرضى. ايوه ماشي خد. ماشي. خد يا عمي بالهنا والشفا. حلو. اديني بقى حق. ماشي، لما ابيع الطن هديك حقها. نعم. اما ابيع الطن ابيع الطن واجي اديك حقها. لا هي مش ناقصه غشره مع الصبح بقى. ايه يا انا حاج لسه في ايه؟ بقول فتاح يا عليم يا ماشي يا كريم. ماشي، ما انا دخلت انا مالي ومال بيعك ومالك ومال شراك. يا- انا راجل ببيع انت بتاخد يا عم بتاعي الحاج. وانا ببيع. مش ده محل؟ محل. حلو. دخلت خدت حاجه ساقعه. تمام. انا فاضل لي على الطن كنزايه، فانا خدت الكنزايه. يا ابن عم المعروف، الدنيا لسه صبح وبنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اديني حق الكنزايه لو سمحت. ما لو معايا حق الكنزايه ما كنتش دخلت المحل وخدتها. لا بص يا ابو عمو، غشره كتير انا مش عايز، انا عايز الحق الكنزايه. طب اديك حق. الكنزاية. ما اديك حق الكنزايه ماشي، لما ابيع الطن اجيبها لك. لا يا عم المفروض ما بعتش الطن، انا مالي ومال كده. ما يبقى حلال عليك بقى، سيبها لله. يعني كانك عملت بيها حسنه. حسنه في حاجه ساقعه؟ في حاجه ساعه. لا طبعا، حسنه في رديف، حسنه في واحد جيعان، وحاجه ساعه برضه، بس وحاجه أنت ساعه. شكلك كويس يعني. يا عم لابس انت كويس، هتحسدني، لابس نظيف. انت هتحسدني على اللبس. انت طب مشكله لو واحد. سمحت معلش كده عشان نقصر مع بعضينا علشان ده محلك العيش. اديني حق الكنزايه. اما بيع الطن اجيب لك حق الكنزايه. انا مش عارف ان انت اديني حق الكنزايه يا ابو عمو بقى كده عشان ما تقلش من نفسك. ما هقل من نفسي ليه يا حاج؟ ماشي، ما دلوقتي انا بايع لا الطن. انت لو ما كانش معاك ما كنتش مشيت على الثلاجه وما كنتش اخدت منها كنزايه اصلا. طب انا نسيت الفلوس في البيت. لا ما ينفعش برضه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ لا ايه انا الحل؟ ماليش دعوه يا ابو عمو. طب انا اعمل أنا ايه؟ قصدك انت ما تجرتصنيش وتاخدها من لا، هنا. مش انت لو جيتني من الاول وقلت لي انا عايز كنزايه يا ابو عمو نفسي في كنزايه كنت اديتها لك. طب وانا استاذنك أما ليه؟ أنت- مش في ثلاجه؟ اما انت تاخدها من نفسك كده وتروح تاخد البتاع كده وتمد يدك وتشربها وفي الاخر تفعصها وتحطها لي في شوال. طب ليه ماشي يا حاج. مش مش مالي عينك؟ مش لا يا حاج هو أنا ازاي؟ مش مالي عينك لا يا عم؟ تملى عين الصير يا عم طب يا الحاج. عم امال ايه في ايه يا عم؟ بديني حق مش- الكنزايه لو سمحت. ماشي، اما بيع الطن هجيب لك ده اللي ما عندي. تخلينيش اطلع من شعوري بالله هو عليك. انت اديني حق الكنزايه. هو انا حرام يا حاج؟ لا مش حرام، طب بس انت راجع عليك حق الكنزايه ولا حرام ولا حاجه. اديني حق الكنزايه وخد اللي انت عايزه. طب ماشي برضك، اوعى بس اوعى. لا مش هوا يا ابو عمرو طب. عشان ما تجريش بس. هاجر عشان اروح احنا فين؟ الاسلوب ده عارفين احنا هاجر كويس. هاجر اروح فين يا حاج؟ ما انا واقف اهو. طب اديني حق الكنزايه يا خالد. ابقى لك. ما تخليش انا بكلمك بلساني دلوقتي، ما تخلينيش اتغير عليك. هتتغير ليه يا حاج؟ وانا جيت انا اذيتك في حاجه؟ اذيتني طبعا لما تاخد مالي ومال عيالي وكنزايه وتشربها وتبرها وتعملها برجلك كده يقبل. هو انت بتحسدني على الكنزايه اللي خدتها صلي على النبي على الصلاه انا والسلام؟ مش هقولها غير كلمه واحده. اديني حق الكنزايه مش هكررها تاني. ما معيش. هعمل لك ايه بقى؟ ما معاكش. لا ما معيش. هتسامحني وقول اتكل على الله. ده المسامح ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. لكن انا سامحك بتاعي. بس خلاص بس ايدك كده. هات حق الكنزايه. بقول لك اوعى كده طيب. لا هديك طيب. هديك هديها لك. هات حق الكنزايه. هطلع طيب. هطلعها لك. هطلعها لك. طلعها طيب. ما بكلمك من الصبح وبقول لك هات حق الكنزايه مش عايز. طب كده كده طيب. حق الكنزايه. استنى بس هديها لك. هديك اما بيع الطن. ابيع الطن بس خلاص حقك عليا. هقول لك حاجه خلاص هقول لك حاجه بس خلاص. وحد الله بس سيب اللي بايديك دي بقى. سيبها بس. هديك اقول لك حاجه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مش هجري والله. خلاص بص يا حبيبي، انا دلوقتي المشهد ده اتصور. عايزني اذيعه اذيعه، مش عايزني همسحه. لا ده لعب بقى. تصور ايه يا عم؟ انا عايز حق الكنزايه. صدقني اديني حق الكنزايه وبعد كده صور زي ما انت عايز. ماشي، ما انا هديها لك. طب بص للكاميرا دي كده.